قبل ما نبدأ ملخص الفيلم يلا نكسب شوية أجر مع بعض. صلوا على رسول الله واستغفروا الله. انت دلوقتي داخل على كليبزو، القعدة بتاعت الناس التقيلة اللي بتحب تتفرج على فيلم كامل وهي رايقة بكوباية شاي ومزاج عالي. هنا بنختصر لك الحكاية من غير ما نبوظها، ونقدم لك اللحظة اللي بخلي قلبك يدق وتقول الله، دي مش قناة، دي حكاية معمولة للعيار التقيل. زي ما بيقول عيسى الوزان، يلا بينا. تنويه وقبل ما يبدأ الملخص، يا جماعة والله أنا ببذل جهد رهيب، واللي مجرب المونتاج هو عارف أنا بقصد إيه. أنا بعتذر لو كان الصوت بيتغير لأني بستعمل مواقع مجانية، وببقى أعيد وأعيد لحد ما أحاول الصوت يكون مطابق، ده غير نطق الجملة اللي بخليه يكون متناسق. الفيلم الواحد بياخد مني 7 إلى 8 ساعات. أتمنى تتفهموا هذا حتى تكبر القناة وتشوفوا الشغل اللي على أصوله مشاهدة ممتعة. كوكب بعيد جدا، جور وبنته لاف تايهين في صحراء ناشفة ومفيش فيها أي حياة، بقوا آخر ناس من شعبهم ومفيش أي مكان يروحوا له. الجوع ناشف فيهم ومخليهم على الحافة كده، وجور بيدعي لإله رابه يمكن يساعده بس مفيش أي رد. بنته لاف بتموت بين إيديه، وبعد ما بيدفنها بيبدأ يسمع صوت غريب بيهمس له. بيتبع الصوت لحد ما يوصل لواح فيها مية حلوة، بس وهو داخل بيكعبل ويتعور من سيف غريب، وبيشوف فاكهة كتير فبيهجم عليها وياكل بجنون من كتر الجوع. بس فجأة يظهر رابه الإله، وبدل ما يساعده بيزعق له. جور بيقول له إن الأرض اتخربت، بس هو عمره ما شك في إيمانه وكان مستني المكافأة اللي اتوعد بيها. رابه يضحك باستهزاء ويقول له مفيش مكافآت للغلابة، وبيفضل يستهزأ بيه وبيقول إن أتباعه اتقتلوا عادي يجيب غيرهم. ساعتها جور بيتجنن ويكفر بالإله ده، فرابه بيبدأ يخنقه. لكن فجأة السيف الملعون اللي على الأرض بيرتفع ويدخل في إيد جور. السيف يهمس له ويوريه طريق القوة ويقول له اقتل كل الآلهة، وجور يسيب اللعنة تسيطر عليه، وفعلا بيقتل رابه وبيقسم انه هيقتل باقي الآلهة كلهم. على كوكب اسمه انديجار، كروك بيحكي لمجموعة كائنات عن ثور إله الرعد. من يوم ما اتولد وهو مقاتل وعمل بطولات كتير وأنقذ الكواكب، وكان ليه عشقات كثيرة على مر السنين، بس الحب الحقيقي في حياته كانت جين من الأرض اللي سابته من زمان، ومن ساعتها كل حاجة خسرها، أهله، مطرقته ميولنر، وحتى وطنه أسجارد. دفن في حالة اكتئاب جامدة وبطنه كبرت، بس رجع تاني بقوة جديدة بعد ما خد السلاح ستورم بريكر وانضم لفريق الأبطال حراس المجرة، وبدأ يلف الكون في مغامرات عجيبة. رجع لجسمه القديم بعضلات وكل حاجة، بس كان لسه مخبي وجع كبير جواه، ودلوقتي بقى مش بيدور على الحب، بيدخل المعارك وبس. في نفس الوقت حراس المجرة بيحاربوا مخلوقات شبه الحيوانات ومش عارفين يكسبوا. ثور بيوصل أخيرا، والملك المحلي بيقول له إن السلام كان موجود لحد ما الآلهة اتقتلوا. ثور يمسك ستورم بريكر ويدخل في المعركة، يكهربهم بستورم بريكر ويطيرهم يمين وشمال، ويفتح رجليه لما اتنين هجموه مع بعض ويفرملهم، وبعدين ينط يخبطهم في بعض. يضرب عربية ضخمة برجله ويكسر المعبد وهو بيجري ورا الزعيم، وفي الآخر يكسب المعركة، بس للأسف يبوظ المعبد كله. في الأرض جين في المستشفى متشخصة بسرطان في المرحلة الرابعة، ما قالتش لحد غير لاتنين صاحبتها، وبما إنها عالمة بتحاول تدور على العلاج، وبيساعدها صديقها الأستاذ بس مفيش فايدة. تيأس وتبدأ تدور في كتب السحر بتاعت أسجارد، وتكتشف إن ميولنير ممكن يساعدها. في نفس الوقت أهل أسجارد بدأوا حياة جديدة على الأرض، ومعاهم فالكيري كملكة، بس هي مش طايقة الشغل ده، كله اجتماعات وسياسة، وهي بتحب القتال. في رحلات سياحية للناس يشوفوا فيها بقايا مطرقة ثور، وجين تزور المكان، وفجأة السما تظلم والمطرقة تبدأ تنور. نرجع لثور، والملك بيكافئه ويديله معزتين بيصرخوا بصوت عالي جدا، ولما الفريق بيركب السفينة الفضائية ويمشي، المعزتين بيعملوا فوضى ودوشة جواه. بعد كده الفريق بيفتح النظام علشان يشوفوا لو في أي نداءات استغاثة، ويتفاجئوا بكمية مهولة من الكواكب اللي بتطلب النجدة. يكتشفوا إن جور بدأ يقتل الآلهة في آلاف الكواكب، وبقى معروف بلقب جزار الآلهة. واحدة من النداءات دي جاية من سيف، المحاربة الأسكردية القديمة وصاحبة ثور. ثور يتوتر وعايز ينقذها، فيقرر يسيب الحراس ويمشي لوحده. الحراس يمشوا بالسفينة، وثور يستخدم ستورم بريكر علشان يفتح بوابة وينقل لسه ومعاه كورج لمكان سيف. يوصلوا الأرض كلها تلج، يلاقوا فيها هيكل عظمي ضخم لمخلوق كان إله طيب جدا على حسب كلام ثور، ولقوا سيف هناك مصابة وفاقدة دراعها، بس كانت واعية كفاية إنها تحذر ثور. جور نصب ليها فخ ونجيت بالعافية، بتقول له إن جور ناوي يقتل كل الآلهة، والوجهة الجاية بتاعته هي نيو أسجارد على الأرض. في الأرض جور يوصل نيو أسجارد ويستخدم سيف نيكروسورد علشان يسيطر على الظلال ويستدعي وحوش. في ثواني
المدينة كلها هتبقى فوضى والنار تنتشر. فالكيري توصل على الحصان المجنح بتاعها وتدخل المعركة بالسيف، وثور يوصل بعدها وكروج ياخد سيف ويهرب بيها، وثور ينضم للمعركة. هو وفالكيري بيقتلوا الوحوش، وفجأة كورة من البرق تنزل في وسط المعركة وتضرب الوحوش. ثور يستغرب ويفهم ان ده ميولنر، ينادي عليه بس المطرقة تسيبه وتروح لواحدة تانية. الست دي لابسة زي ثور وماسكة المطرقة كأنها بتاعتها من زمان، بتخليها تتقسم وتضرب كذا وحش في وقت واحد، وبعدين ترجع تركب تاني تشيل الخوذة، وثور يتصدم. دي جين. نرجع لزمان شوية. علاقتهم كانت جميلة، بيضحكوا وبيتشاركوا لحظات حلوة. وفي يوم وهم سكارة ثور يطلب من ميولنير: اوعديني تحمي جين دايما. والمطرقة تنور كأنها وافقت. لكن مع الوقت المسافات كبرت، ثور مشغول بالمعارك وجين مشغولة بشغلها كعالمة، وجين تعبت من البعد وقررت تسيبه، فسبت له جواب ومشيت. نرجع للحاضر. ثور عايز يتكلم مع جين لكنها بتقول له يركز في المعركة. جور يظهر فجأة ويبدأ يقاتل ثور باستخدام سيف نيكروسورد. يضربوه شوية وبعدها جور يخبط ثور في عربية ويخليه مربوط بوحش. يحاول ياخد ستورم بريكر بس ثور يتنرفز ويفعل البرق، يفك نفسه ويطير جور بعيد. يرمي عليه البرق وجين وفالكيري ييجوا يساعدوه، فجور يحس انه لوحده وبيهرب، بس قبل ما يمشي يسيب الظلال تهاجم أوضة الأطفال وتخطفهم. كل أطفال أسجارد اتخطفوا واتحبسوا جوه وحش شبه القفص. ثور وجين يحاولوا يطردوه بس جور يفتح بوابة ويهرب بالأطفال. بعد كده فالكيري تعقد اجتماع مع الشعب علشان يقرروا هيعملوا ايه. ثور بيحاول يستدعي ميولنير لكن اللي يجيله هو ستورم بريكر. الناس تبدأ تتخانق فثور يقول لهم يهدوا وهو هيجرب حاجة. يرفع ستورم بريكر بس قواه تفشل ويكسر السقف وبعدين يبوظ تمثال بره. بعدين يرجع تاني والنقاش يسخن تاني، وفجأة رأس بتظهر في الهواء. الرأس دي هي أكسل، واحد من الأطفال المخطوفين، وعنده قدرة سحرية في عينه. يقدر يعمل وهم يخلي ثور يشوف اللي حواليه. ثور يشوف إنهم في مملكة الظلال، المكان اللي جور فيه بيبقى أقوى. يخلص الوهم ويقول لهم الحقيقة، لازم يجيبوا تعزيزات قبل ما يروحوا هناك. فيقرروا يسافروا المدينة اسمها أومنيبوتنت سيتي، مكان كل آلهة الأرض مجتمعين فيه. بما إن ستورم بريكر مش ثابت هيسافروا بسفينة وتبقى المعزتين بيسحبوها. وجين تدخل الحمام، وهنا نكتشف حاجة مهمة جدا. لما جين بترجع لشكلها الطبيعي جسمها بيبقى ضعيف جدا ومرهق بسبب المرض اللي عندها. بصتها في المراية بتفكرها بأمها اللي ماتت في المستشفى، فبتتعصب وتضرب الحوض وتكسره باستخدام ميولنير. في نفس الوقت أكسل بيحاول يهدي الأطفال المخطوفين وبيقعد يحكي لهم قصص عن ثور علشان يخفف عنهم. بس جور بيظهر فجأة ويقتل وحش صغير قدامهم لمجرد التخويف. وأول ما أكسل يقول له ثور هيجي ينقذنا، جور يرد عليه بكل هدوء ويقول هو ده اللي أنا عايزه بالظبط. الفرقة بتوصل لأومنيبوتنت سيتي وبيتنكروا وسط الزحمة علشان ما يبانوش، وبيشوفوا آلهة كتير بشكل مبهر، بس أهمهم هو زيوس اللي بيعمل دخول مبهر جدا. ثور كان شايفه قدوة بس يتفاجئ انه تافه وكل اهتمامه بالحفلات ومين جاب قرابين اكتر. ولما ثور يحاول يحذرهم من جور، زيوس يتجاهله تماما ويحبسه ويقلع هدومه قدام الناس. زيوس بيقول لهم ان جور مش هيقدر يوصل لإترنتي، وهي كيان قوي جدا في مركز الكون بيحقق امنية لاي حد يوصل له. وده معناه ان جور ممكن يكون ناوي يطلب انه يخلص على كل الآلهة بضربة واحدة. علشان كده سيوس بيأمر جنوده انهم يحبسوا ثور علشان ما يبوظش سرية المكان. بس الفريق كله بيبدأ يقاتل الحراس، وثور بيكسر السلاسل وبيستخدمها كأسلحة. زيوس بيضرب كورج بصاعقة فيتحول لصخور متكسرة، بس بيطلع عايش بصخرته اللي فيها وشه بس. زيوس بيحاول يضرب ثور كمان، لكن ثور بيمسك الصاعقة ويرميها عليه فتحترق صدر زيوس. بعد المعركة فالكيري بتربط وش كورج في ضفايرها علشان تحافظ عليه، وبيصفر علشان يستدعي الماعز اللي بيكسروا الشباك ويجيبوا السفينة. بياخدوا صاعقة زيوس وبيهربوا، وفي الطريق نحو مملكة الظلال ثور بيوري جين الدلافين الفضائية اللي بتطير جنب السفينة. وفي اللحظة الرومانسية دي بيقول لها انه لسه بيحبها وعايز يرجعوا لبعض. جين بتضطر تقول له على مرضها، بس ثور بيطمنها وبيقول لها انه هيفضل معاها ويدعموا بعض، وبعدين بيبوسها. اول ما يوصلوا مملكة الظلال كل حاجة بتتحول ابيض واسود حتى شكلهم. ستورم بريكر بيختفي والسفينة بتقع على الكوكب. بيلاقوا القفص اللي كان فيه الأطفال بس فاضي. بيدخلوا مبنى مهجور وجين تلاقي أوراق فيها خطة جور. بيطلع إنه جرهم هنا علشان يسرق ستورم بريكر ويفتح بيه بوابة الإيترنتي. جين بسرعة بترمي الفأس في الفضاء علشان تبعده عن إيد جور، بس جور بيظهر فجأة وجين ترمي عليه ميولنير، لكنه بيتفادى بضربة وبيسيطر على الظلال ويحبسهم.
يطلب من ثور ينادي على الفاس وثور بيرفض، فبيبدأ يعذب جين وفالكيري. ثور مضطر ينادي على ستورم بريكر علشان ينقذهم، واللي بيحصل بعدها ان الكوكب كله بيتهز من قوة الفاس. الظلال بتتفك، بس جور بيستخدم سيفه عشان يخلق وحوش تانية وتبدأ معركة جديدة. الماعز بيشيلوا والشكورج بعيد عن ساحة القتال علشان يحموه. ثور بيشتبك مع جور لكن بيتشتت لما وحش يهجم عليه، وساعتها فالكيري بتدخل المعركة وتضرب جور بصاعقة زيوس. بتضربه كذا ضربة بس قوتها مش كفاية وجور يطعنها بسلاحها هي شخصيا. ثور بيجري عليها بس الظلال بتحاول تمسكه، فبيفجر نفسه بالكهرباء ويضرب جور، وجور بيسد الضربة باستخدام سيف الظلال. جين بتوصل لفالكيري وبتنقذها وبتروح بيها عند ثور اللي بيستخدم ستورم بريكر علشان يفتح البوابة. بس جور والظلال يستغلوا اللحظة ويختفوا الفأس، وقبل ما الفريق يرد بيتنقلوا كلهم فجأة بعيد. الفريق بيوصل للأرض وجين تقع منها ميولنر وجسمها باين عليه التعب الشديد. ثور ياخدهم على المستشفى والدكتور يقول له خبر وحش جدا، استخدام جين لميولنر بيقتلها أسرع. جين لسه عايزة تكمل وتحارب بس ثور يقول لها انه نفسه يقضي معاها وقت اكتر ويقنعها تقعد ترتاح. فاكري تدي ثور صاعقة زيوس وبيقفز بيها نحو إترنيتي، وفي الوقت ده جور وصل هناك فعلا ومعاه الأطفال. بيحط ستورم بريكر ويبدأ يفتح البوابة، والمكان كله بيتهز وتمثال ضخم يقع وكان هيقع على العيال، بس ثور يظهر في اللحظة المناسبة وينقذهم. جور يشوفه ويبدأ يخلق وحوش تانية بسيفه. ثور يجمع الأطفال ويقول لهم يشيلوا أي حاجة ممكن تبقى سلاح، وبصاعقة زيوس بيشاركهم قوته، والمعركة تشتعل والعيال بيحاربوا الوحوش بكل طاقتهم وبيقاتلوا عشان يثبتوا إنهم يستحقوا يكونوا من أسجارد. بينما العيال مشغولين بالوحوش، ثور بيلحق جور وبيشتبك معاه لحد ما جور ياخد الصعقة ويرميها بعيد. ثور لازم يكمل القتال بإيده، وفي اللحظة دي ميولنير يظهر قدام جين في المستشفى، بس جور قرب يطعن ثور، لكن ثور وهو واقع بيمسك السيف بإيديه الاتنين. وفي اللحظة دي جين بتظهر على حصان فالكيري الطاير وترمي ميولنير على جور وتبعده عن ثور. ثور يرجع صاعقة زيوس، ودلوقتي هو وجين بيحاربوا جور سوا. بس جين تلاحظ ان الباب قرب يفتح، فتبعت ثور يجيب ستورم بريكر وهي تكمل القتال مع جور. الظلال ماسك الفاس جامد، فثور يبدأ يضربهم بصاعقة زيوس، وجور باين عليه ان اقوى من جين. بس جين تقفز وتضربه بميولينير وتخلي سيفه يتشقق. في اللحظة دي ثور يحرر ستورم بريكر ويرميه الأكسل علشان يرجع العيال. بعد كده ثور يستخدم الصاعقة كأنها خنجرين ويخبس السيف بينهم، وجين تضربه بميولينير وتكسره تماما. جور يحاول يرجع السيف بس جين تمسك البواقي وتستدعي برق يحولهم لتراب. جين تقع على ركبها وجور يشوف البوابة اتفتحت فيدخل وياخدهم هما الاتنين جواه. وقبل ما يتمنى ثور يبص على جين وهي بتموت ويقول لجور انه هو مش بيدور على انتقام، هو بيدور على حب، ويروح يقعد جنب جين في لحظاتها الأخيرة اللي لما بيشوفوا جور بيفكروا ببنته، بس بيقول انه مش هيتمناها ترجع لانه خلاص بيموت. ثور وجين يوعدوه انهم هيهتموا بيها، فجور يتمنى رجوع بنته ولاف ترجع وبتودع ابوها قبل ما يموت، وجين كمان تودع ثور وتبوسه قبل ما جسمها يتحول لغبار منور. بعد فترة جين تبقى أسطورة في نيو أسجارد ويعملوا لها تمثال، فالكيري ترجع ملكة، وسيف تبدأ تدرب الأطفال على القتال. كورج يرجع له جسمه ويتعرف على صديق من نوعه، وثور بيربي بنت جور كأنها بنته وبيفطروا سوا وبيعيشوا حياة بسيطة. بس كمان ثور بيعلمها ازاي تستخدم قوتها اللي واخدها من إترنيتي، وبيطلعوا مغامرات مع بعض، هو معاه ميولنير وهي معاه ستورم بريكر، وبيساعدوا الناس في كل مكان. ولأنهم بيجسدوا الحب والرعد الناس بدأت تسميهم لاف اند ثاندر. وفي الآخر روح جين توصل لفالهالا وجين بتدعى انها تنضم لقاعات الآلهة. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكايتنا مع فيلم ثور لاف اند ثاندر. بس استنوا، لو كنتوا فاكرين ان دي اخر مرة هنشوف فيها ثور يبقى انتم لسه ما شفتوش حاجة، لان في جزء تاني جاي ورا الطريق والنار لسه مولعة. فلو عايزين تعرفوا ايه اللي هيحصل بعد كده اشتركوا في قناة كليبز وفعلوا الجرس علشان اللي جاي نار مولعة يا صاحبي.